طبعا يا جدعان معانا مفاجأة مش هتصدقوا مين اللي قاعد معايا. الكابتن حسن. مين يا عم انت في ايه؟ يا جدعان انا عرفت مين الفنان اللي خطف الكابتن حسن وربنا ما هسكت. السلام عليكم وبداية فيديو جديد. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ والمصحف وحشتونا يا جدعان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، والمفروض خلاص رمضان فاضل عليه ايام، وهنعمل لكم فيديوهات بقى من اللي انتم بتحبوها، وهنعلق لكم الزينة وهندلعكم. طبعا يا جدعان لسه يعني هنأجل موضوع رمضان ده شوية ونخلينا في موضوعنا اللي احنا فيه. طبعا يا جدعان انتوا كلكم عرفتوا المشكلة اللي الكابتن حسن فيها. الكابتن حسن يا جدعان بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله ما بجامله، صوته حلو قوي قوي قوي، بدليل ان هو اول اغنية نزلها طلعت ترند رقم 1، ونزلت نجوم كبار قوي من على الترند. يعني المفروض يعني كان في نجوم مغنيين قوي، يعني نجوم كبار ومكسرين الدنيا وليهم اسمهم وليهم هيبتهم، يعني كانوا في الترند. الكابتن حسن نزل الاغنيه بتاعته يعني الاغنيه بتاعته اللي هو منزلها هو والحسين. الاغنيه بسم الله ما شاء الله كسرت الدنيا ونزلت النجوم دي كلهم من على الترند. طبعا يا جدعان اللي ما سمعش الاغنيه يروح يسمعها واكتبوا له هناك كومنتات جايين لكم من تربي صوت وينز والشوارجيه. فطبعا يا جدعان مش ده موضوعنا. المفروض لما الكابتن حسن نزل الاغنيه وطلعت ترند وكسرت الدنيا، ابتدى ان هو يعني يتهاجم، يعني نجوم كبار ابتدوا يعني مالكش دعوه بالمجال ده، مالكش دعوه بمجال الغنى، خليك في فيديوهاتك ما تغنيش تاني، ما تعملش اغاني، خليك في الفيديوهات التحديات والحاجه والكلام بتاعك ده. فابتدى يعني النجوم دول غاروا منه ان هو يعني صوته حلو ونزلهم من على الترند وبتاع. فطبعا يا جدعان الكابتن حسن يعني ما خدش بكلامهم وعمل اغنيه جديده، وده اكتر حاجه انا بحبها، اللي هو اما حد يهددني بحاجه لا انا ما بتهددش. يعني اهم حاجه ان انت يكون عندك ثقه في نفسك، وربنا طبعا معاك احسن من اي حد. فدي حاجه حلوه قوي عجبتني في الكابتن حسن، ان هو ما سمعش كلامهم ونزل اغنيه جديده وفضل مصر ويعني دي احلى حاجه. انا اكتر يعني بحب اللي هو ايه، حد يتحداني، اقسم بالله ببقى عايز يعني هكسر الدنيا، ما بحبش حد يشمت فيا. فدي حاجه حلوه قوي حبيتها في الكابتن حسن. طبعا كده عن الكابتن حسن برضه نزل اغنيه وطلعت ترند ونزلت نجوم كبار قوي من على الترند. يا كابتن حسن انت عالمي، انت الحنجره بتاعتك دي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والله العظيم يا كابتن حسن لما بجاملك. طبعا يا جدعان الكابتن حسن اخويا الكبير، الناس اللي ما تعرفش يعني لا شوفوا برضو صورنا مع الكابتن حسن والفيديوهات والحاجات اللي كنا بنعملها مع بعض. طبعا يا جدعان معانا مفاجأة مش هتصدقوا مين اللي قاعد معايا. الكابتن حسن. مين يا عم انت في ايه؟ حبيب قلبي كابتنو محترم جدا جدا قلبي حبيبي يا كابتن. قول للناس بقى تظبط الكلام يا جماعه. الله يكون اشتراك عشان اللايك، احنا اشتراك. الفرحة المنتظرة فرحة الكابتن حسن، ولع الدنيا. يلا فطبعا يا جدعان زي ما انتم شفتوا كده الكابتن حسن اخويا الكبير والحسين اخويا الصغير، لان الحسين اصغر مني. فطبعا يا جدعان والله العظيم ربنا يعلم انا بحب الناس دي قد ايه، والناس دي محترمه ومن احسن الناس الموجوده على السوشيال ميديا. والله بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يوفقكم يا رب، وان شاء الله باذن الله احنا في ظهرك يا كابتن ومش هنسيبك وهندور عليك، واللي عمل كده هيجي على الارض. فطبعا يا جدعان بس انا عايز بقى، انا طالع بس اتكلم معاكم كلمتين كده. هي ليه الناس لما بتشوف حد ناجح واللي هو يعني كابتن حسن ما شاء الله ربنا يكرمه اكتر واكتر، هم مكسرين الدنيا، فانتوا ليه لما بتشوفوا حد اللي هو خلاص نجح ولسه هينجح وهيكسر الدنيا ليه بتهاجموه؟ ويعني بتبقوا عايزينه ان هو يبقى يفضل في الوحش؟ يعني المفروض تدعموه وتشجعوه وقولوا له كلمه حلوه تفرحه، يعني ادوا له دفعه ايجابيه كده تزقوا لقدام. انما انتوا ليه بتحبطوه؟ يعني انتوا يا والله يا جدعان انتوا لو عرفتوا مين، انا كده عارف مين النجوم دي، انتوا لو عرفتوا اقسم بالله يا جدعان انتوا هتتصدموا. يعني النجوم دي كبار قوي 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 فوق ما تتخيلوا، يعني نجوم عالميه اقسم بالله، وكل واحد معاه بال10 مليون متابع، يعني ناس واصله وليها هيبتها وليها اسمها. فانتوا ليه يا جدعان لما بتلاقوا حد ناجح يعني خلاص انت يعني وانت عايز تفضل انت اللي خلاص في الترند وانت اللي رقم 1؟ حبيب قلبي دي ارزاق، ربنا مقسم الارزاق، يعني هو مش هياخد من رزقك حاجه ولا انت هتاخد من رزقه حاجه، فربنا هو اللي مقسم الارزاق.
فطبعا يا جدعان ليه يعني اما لقيتوه ان هو خلاص هينجح وهيكسر الدنيا ليه بتحبطوه بتقولوا له يعني كلام وحش؟ ويا جدعان غير كده هم خاطفينه، يعني الكابتن حسن مختفي عشان نزل الاغنيه وهم هددوه قالوا له ما تنزلش الاغنيه وهو نزلها وطلعت ترند ووقعهم برده من يعني من على الترند تاني. فانتوا ليه كده؟ انتوا ليه بتغيروا من الناس؟ ما تسيبوه ربنا يكرمه وشجعوه قولوا له كلمه حلوه. فانتوا ليه كده بجد يعني؟ مش هي طبعا مش كل الناس كده، في ناس اللي هي بتبقى عندها غيره وزي ما قلت لكم ربنا مقسم الارزاق ومش هاخد لا من رزقك حاجه ولا انت هتاخد من رزقه حاجه. فهو ما شاء الله صوته حلو واقسم بالله ولا عمرو دياب يا كابتن ولا تامر حسني ولا تامر حشور وربنا عالمي. انا بقول لك كمل واحنا في ظهرك ومش هنسيب حقك يا كابتن حسن، واللي عمل كده هنأدبه. فطبعا يا جدعان لو انتوا مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب للقناه واعملوا لايك للفيديو ده. ومحمد اخويا واقف ورا الكاميرا هيجي يقول دلوقتي كلمه للكابتن حسن. طب يا جدعان انا عرفت ان الكابتن حسن مخطوف، بس ورب الكعبه يا كابتن حسن اللي عمل فيك كده او اللي فكر ان هو يخطف الكابتن حسن ورب الكعبه اللي هنموته. طبعا يا جدعان المفروض ان الكابتن حسن زي ما انتوا شفتوا الاغنيتين بتوعه اول اغنيتين لي في الترند، وانت كده يا كابتن حسن اصلا كده انت في الترند، بس بسم الله ما شاء الله دخلت مجال الغنى برضه رقم 1 في الترند. فانتوا ليه كده والله؟ يعني حد نجح وعمل اغنيتين بدل ما تشجعوه وعاش واستمر ومش عارف ايه، ليه تخطفوه او تهددوه ان هو ما ينزلش اغاني تاني؟ بس ورب الكعبه يا كابتن حسن اللي فكر يعمل معاك كده احنا كلنا في ظهرك ومش هنسيبك يا كابتن حسن، ومن اصغر حد فينا لاكبر حد فينا في ظهرك، وكل الناس بتحبك يا كابتن حسن واي لاف يو كابتن حسن. وحسين برضه اخويا انا بحب الحسين جدا والله، والناس دي اخواتنا وانا يعلم ربنا انا بحب الناس دي قد ايه. يا كابتن حسن اللي فكر يعمل معاك كده هيتكشف. فطبعا يا جدعان زي ما قلت لكم المره المليون مفيش حد بياخد من رزق حد، فريت الناس تغير من نفسها لانه والله ربنا قسم لكل واحد رزقه، وعايز كل الناس تدعي للكابتن حسن ان هو يرجع بالسلامه، واحنا مش هنسيبك برضه يا كابتن حسن. اقسم بالله احنا قلبين الدنيا ومكلمين كذا حد من حبايبنا ان هو طبعا يا جدعان الكابتن حسن معروف يعني وكده فالكل عارفه، مبلغين كذا حد من حبايبنا في كذا مكان من جميع المحافظات ان هو لو شاف الكابتن حسن يبعت لنا او يرن علينا. فطبعا يا جدعان وباذن الله اول ما شواريته يرجع من دهب هناخد بعضينا ونعمل حمله بحث عن الكابتن حسن. ايه ده؟ مين اللي بيرن؟ الو، عرفت مكان الكابتن حسن؟ طب انا جاي لك